عشان تعمل اللحمه وتطلع معاك كده فانت محتاج حاجه من اتنين، اما انك تسويه على الحصى النهري او الاحجار البركانيه اللي بيتشوي عليها في اليمن والسعوديه، او انك تعمله بالطريقه اللي انا عملته بيها في الفيديو ده. ده مصبي اللحم اليمني المميز بنكهته الفريده وطعمه الخطير ولحمته اللي بتكون دايبه كده. هعمله معاكم بتتبيلته الاصليه وبطريقه سهله وامنه تقدر تعملها في البيت ويطلع معاك بنفس الشكل ده. وهعمل معاه الرز البخاري الغني عن التعريف واللي بيتعمل بتتبيله مميزه بتخليه من احسن انواع الرز اللي ممكن تاكلها. المطبخ اليمني عموما من اشهر المطابخ في منطقتنا العربيه، والمصبي واحد من اشهر واجمل واقدم الاكلات فيه، وليه طريقه تسويه خاصه بتميزه بريحه وطعم مختلفين عن اي طريقه تسويه تانية. فلو ما جربتوش قبل كده او وحشك الطعم ده، تابع الفيديو ده للاخر عشان تعرف هنعمله ازاي. تتبيله اللحمه بتتعمل بثلاث مكونات بس: فلفل اسود وملح ومعلقه كاري، وبنزل عليهم ربع كوبايه زيت زيتون وبقلبهم، ومش عاوزين نضيف اي مكونات تاني عشان طعم اللحمه يفضل هو اللي باين. بقلبهم كويس وبعدين بجيب اللحمه اللي عندي وادلكها كويس بالتتبيله دي. انا مستخدم هنا لحم ضاني، الاكله دي تنفع بلحم ضاني او بلحم ماعز، وطلبت من الجزار انه يخلي القطع زي ما هي ما يقطعهاش وتفضل قطعه واحده كبيره كده. دلكت اللحمه كويس بالتتبيله كده، وبعد كده نروح نشوف الطريقه اللي هنسويها بيها. فاكبر حله عندي بفضي حوالي كيلو ونص ملح صخري، بنجيبه من اي محل عطاره وسعره بيكون رخيص. عاوز ارتفاع الملح يكون حوالي 7 سم من القاع. وبعد ما سويته كويس وخليته كله مستوى واحد، بفتح النار عليه واسيبه لحد ما يسخن جدا واسمع صوته بيطقطق كده، وبعد كده بجيب اللحمه انزلها عليه. الخطوه دي مهمه جدا، نخلي بالنا منها بقى عشان الملح ما يلزقش في اللحمه. هنعمل ايه بقى؟ قطعه اللحمه اللي هننزلها نسيبها مكانها، يعني نزلناها في حته ما نحركهاش، حتى لو نزلناها في حته غلط نسيبها، لان لو حركناها اي حركه السوائل هتخرج منها وتنزل على الملح فهتخليه يلزق ويطلع ملوحته على اللحمه. فعشان كده نعرف قبل ما ننزل قطعه اللحمه هننزلها فين بالعين كده، ونسمي بالله وبعد كده ننزلها وما نحركهاش خالص مجرد ما تلمس الملح. ارجو تكون النقطه دي واضحه لانها مهمه زي ما قلت لكم. بعد كده بجيب ورق فويل وبغطي بيه الحله نفسها كويس جدا، وممكن نغطيها بورقه تانية كمان فويل عشان نضمن. في الطريقه الاصليه بيغطوه كويس في القدر او القدر اللي بيسووا فيه الخروف، وبيحطوا حجر فوق الغطا عشان يبقى محكم اكتر. بعد كده بنسيبه حوالي ساعتين على نار هاديه، يعني مش واطيه قوي بس تكون اقل شويه من المتوسطه، ونروح نعمل الرز البخاري اللي هناكله معاها. عندي كيلو رز بسمتي مغسول كويس، نقعته في ميه مغليه لمده نص ساعه كامله لحد ما اقطع الخضار اللي هحطه معاه. قطعت جزرتين شرايح بالشكل ده، وبعد كده بقسمهم لنصين، وجبت 3 حبات بصل احمر قطعتهم جوانح بالشكل ده، وممكن تستخدموا البصل الابيض برده. بعد كده في الحله اللي هسوي فيها الرز حطيت معلقتين سمنه واستنيت عليهم لما تسيح خالص، وبعدين بنزل عليهم كام قطعه ليا متقطعه مكعبات كبيره كده، وبنزل معاهم الجزر اللي قطعته واستنى دقيقه بس الجزر يطلع صوت، وانزل البصل عليه على طول واقلبهم شويه مع بعض. وبعد كده انزل كام واحده ورق لورا و3 أو 4 حبات لومي وحبتين ينسون نجمه و3 فصوص حبهان و4 5 فصوص قرنفل، واقلب المكونات دي كلها مع بعض شويه كده. وعود القرفه ده اختياري، هو بيدي طعم حلو، لكن لو مش بتحب نكهه القرفه في الاكل ممكن ما تحطوش. بعد كده بنقلبهم مع بعض كويس لحد ما البصل يبدا يدبل كده ولونه يتغير. بنزل معلقتين كبار ملح ومعلقه كبيره كمون ومعلقه فلفل اسود، وبضيف شويه زبيب من اي نوع على المكونات، وبعد كده بقلب كله مع بعض كويس جدا لمده 3 دقائق كده. وبعد كده بنزل 3 معالق كبار صلصه وبقلبها كويس مع المكونات. وبعد كده دي خطوه اختياريه برده لو بتحب الطعم السبايسي في الاكل. جبت قرن فلفل حار وبفتحه من النص كده وبنزله مع باقي المكونات، وبعد كده بقلبهم مع بعض كويس جدا لحد ما الخضروات اللي حطيتها تبدا تدبل كلها. بنزل عليهم حوالي ربع كوبايه زيت زيتون واقلبهم تقلبتين كده، وبعد كده بغطي عليهم 5 دقايق بس على نار متوسطه لحد ما يطلعوا بخار ميه والصلصه تتسبك كويس مع باقي المكونات. بفتح عليهم واقلبهم تاني تقلبتين كده، وبعدين بنزل الرز بعد ما اصفيه طبعا من الميه اللي كان منقوع فيها. بعد كده بقلب الرز كويس جدا مع المكونات دي كلها، واحاول اجيب الاجزاء اللي تحت فوق كده عشان التتبيله الجميله دي توصل لكل حته في الرز. فعشان كده بقعد اقلب فيهم حوالي 5 دقايق كده لحد ما الاقي الرز كله بقى بلون واحد بالشكل ده. بعد كده بجيب ميه مغليه كميه كبيره وبنزلها على الرز واحده واحده كده لحد ما الاقي الميه يا دوب غطت الرز وارتفاعها فوقه حوالي نص سنتي بس، يبقى كده تمام. بقلبه تقلبتين بس كده واساوي شكله، وممكن هنا ادوق طعم الملح في الميه وازود ملح تاني لو محتاج، لان دي بتختلف حسب كميه الرز ونوعه. وبعد ما ظبطت طعم الملح بغطي الحله واسيبها على نار عاليه لحد ما الميه ترجع تغلي تاني والرز يتشرب جزء منها. بفتح عليه وبديه تقلبتين بسرعه كده، وبعدين بوطي النار على اقل حاجه وبسيبه حوالي نص ساعه لحد ما يستوي بشكل كويس. وعقبال ما يستوي نعمل سلطه السحاوق اللي بتتاكل مع الاكله دي. سلطه السحاوق بكل بساطه هي 5 حبات طماطم وليمونتين وشويه كزبره خضراء وفصين توم مهروسين ونص معلقه ملح، بضربهم كلهم مع بعض في الكبه لمده 5 دقائق، بيطلع معايا سلطه السحاوق الرائعه دي. بعد ما عدى ساعتين نشوف شكل اللحمه عندنا وصلت لفين.
بسم الله ما شاء الله كده استوت تمام، وريحتها بالظبط نفس ريحه المصب اليمني الرائعه. والرز عندنا كده برضو خلاص استوى، بفتح عليه وبقلبه بالراحه بالمعلقه. ما شاء الله طالع برضو مستوي ومفلفل جدا، وريحته برضو مميزه جدا. اللي داق الرز البخاري قبل كده يعرفوا بيها على طول. شايفين حجم الرز طلع قد ايه ما شاء الله، وزي ما شايفين مش معجن خالص، وطالع كله مستوي جدا وريحته رائعه. ومش باقي كده غير اننا نقلب حله الرز في طبق التقديم اللي عندنا، ونتفرج على روعه الرز البخاري السخن مع اللحمه. وممكن نقلب الرز شويه في الحله قبل ما نقلبه في صينيه التقديم، عشان نتاكد ان مفيش اي حاجه لازقه في قاع الحله. طبعا طريقه التقديم اللي تفضلوها اعملوها. ولو حد بيحب يرش زبيب او مكسرات على الوش، وممكن تحط اللحم المصبي في صينيه لوحده، لكن انا بفضل احطه فوق الرز عشان بيدي طعم حلو للرز اللي تحته، وفي نفس الوقت شكله بيكون اجمل. وهي دي الطريقه الاصليه في تقديمه في اليمن او في الدول الخليجيه. انا هنا حبيت امسك كذا عظمه مع بعض عشان اوريكم قد ايه اللحمه دايبه وطالعه من العظم لوحدها زي ما انتم شايفين قد ايه اللحمه حمرا وفي نفس الوقت مستويه جدا، وريحتها رائعه، وطبعا طريه ورطبه جدا. اعتقد باين من صوتها، مجرد ما اشد القطعه بتطلع كلها في ايدي ما شاء الله. خليني اوريها لكم من قريب. القطعه بتطلع بسهوله وقوامها رطب جدا رغم انها سخنه، وريحتها كمان لما تجربوها هتلاقوها مميزه جدا عن اي طريقه تانية عملتوا بيها اللحمه. وعموما اللحم المصبي مع الرز البخاري من الاكلات المشهوره جدا في اليمن والسعوديه، وهي من الاكلات العائليه اللي بتلم العيله كلها على صينيه واحده، ومفيش حد دقها وما عجبتوش. فلو انت من اللي جربوها في دول الخليج قول لي في التعليقات بالطريقه دي احلى ولا بالطريقه اللي جربتها بيها. شكرا لكم على المشاهده، واتمنى يكون الفيديو عجبكم، ومستني رايكم في التعليقات. وكل سنه وانتم طيبين.